السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. بيقول شيء الحين. انت بتسوي لنا مشاكل حبيبي يا خالد. لا مجموعتك كلها ناريه يا مجموعه ما نقدر الله اكبر الله اكبر على كيفك بعد ما بادين احنا خلينا والله اذا خالد شوف اذا خليت القطار يتحرك بس لنا مشاكل وانا ما اقدر والله. ليت نوري الحمد لله على السلامه. حبيبي يا كابتن خالد. ايش بتسوي في انجلترا؟ تبي من اي منتخب انت الحين؟ ان شاء الله منتخب ايران يقدم مستوى وان شاء الله نبدا من انجلترا ان شاء الله. واحده واحده ان شاء الله. جانا برا هيك قال نقله قلت له انا شنو لا يكون انا بريطاني. خالد 2019 اللي مباراه بطوله اسيا احنا شفنا الشوارع وشفنا يعني جسور وبناء وما شاء الله. ف يعني شفت التغييرات وما شاء الله والانجاز وان شاء الله البنى التحتيه وان شاء الله ونشوف بعد مونديال رائع ونشوف منتخب ايران ان شاء الله يمتعنا وان شاء الله ويعمل مفاجاه ان شاء الله. زين عطني بحركتك هذه المحتوى ايش بتسوي فيهم؟ بعرف ايش قلت لهم برا انا بالحركه اللي سويتها برا. مال انجلترا ها؟ اي انا طبعا محضرون فد مفاجاه. اي ايش على الكاميرا على الكاميرا المفاجاه دخيلك الله على الكاميرا. يا الانجليز انتظرونا جاي لكم مع المدرب كارلوس كيروش ان شاء الله. انتظرونا. لا تجيب يغلبون. هم لعب هم نتيجه وهم لعب ان شاء الله. الله اكبر. شكله خايف. عم الجماعه ياخذوا غير نظره. جمال مبارك. اوميجو. هلا ماي فريند هاو ار يو؟ هاو ار يو؟ كاس العالم الحين لازم تعرف كيف. اي طبعا انا وانت يعني بارلي فرونسي على انت اي لغه قلت لي؟ انا البرازيلي وبشرك بعد هناك دارس ارجنتيني. وين؟ الرواس. شوف بعطيك اياها. حضرت هنا ل 12 سنه. فاز منتخب بلدي، فازت قطر بكاس اسيا، فاز نادي الهلال ببطوله الانديه، باقي واحد عشان يسجل التاريخ ما ينتسي قطر ويكون اعظم كاس عالم لازم يشيلوه. عندك خيارين، خيار بغيت الشعبيه الجمهور يتقابل الارجنتين مع البرتغال، او بغيت اعلام ابدي تتقابل الارجنتين مع الانجليز ويكون بطله ميسي. لانه شوف في 3 لاعبين اساطير في العالم، في نجوم صح لكن 3 اللي دخلوا القمر، 3 بس ما حد الا غيرهم، بيليه مارادونا ميسي. يعني الوحيد النجم تختفي يجيك فتره تختفي، لكن 3 اللي ما يختفوا حتى تقيم القيامه. لا بس في واحد ميسي مارادونا بيليه يعني وصلوا القمر. يعني هذا لاعبين في القمر، يعني كانك تخاطب القمر. انت صح كلامك. هذا نجوم كره القدم. اسمح لي هذول ال3 اللي قلت عنهم وصلوا حق القمر صح؟ القمر تدري منو؟ رونالدو البرازيلي. لا هم وصلوا له. لا ما وصل لا رونالدو الظاهر. اسمح لي هذا رواس. بيليه حبب العالم كله في كره القدم. رونالدو غير قوانين كرة مارادونا الهند اللي دحين اسمها بنجلاديش وباكستان ومدري مين نصها تحب 90% مارادونا. جاء بعدهم ميسي نص الكره الارضيه معانا. لا عادوا يشيل كاس قطر. انتم القطريين بغيتوا كاس عظيم لازم يفوز بميسي عشان يسجل صح. انتم اللي سويته قطر كانجاز لازم يتعادل بفوز ميسي، يكون حدث تاريخي. نكون نحن كنا في القبور، كنا كل واحد في قبره ويكون مئات السنين والاف السنين والناس تتحدث، التاريخ يتحدث والله حقيقه. زين سؤال، من ترشح كاس العالم من الحين؟ انا جاي وميسي بطل ارجنتين، تعرف انت يروح الابطال. انا زين والوصيف من انا بغيت دحين بين خيارين، يا اني يكون مع الشعب عشان تكون تعرف انت ميسي وكريستيانو بتجلس تعرف مدتها كم 7 أشهر بالضبط، احاديث ما تنتسي، او للاعلام. بغيت الاعلام مع الانجليز ويخسروا الانجليز لانه اقوى اعلام. ما يرشح البرازيل، يجلسوا 3 سنوات ما يرشح البرازيل و5 اشهر مثل دحين انتم مش 12 سنه ونازل على قطر صح. بيجلسوا انا بكون ميت يا الله يطول في عمري. انا حسيت انت ذبحت نفسك وحييت نفسك. ولا بعرف لحظه كم بعرف يا خالد. اول حاجه الانجليز 100
و35 سنه بيتحدثوا عن هذا. كنا ميتة وانت ميت بعد. تذبحني يا اخي. يعني بتعيش 200 سنه يا ديناصور انت. زين. عم بغيت الجمهور ويتحدثوا، يجي كريستيانو مع ميسي على تنظيم قطر يكون اعظم تنظيم عرفت الكوره. هذا معادله. واحد من المختصين في كرة القدم قال اللي ما يرشح المانيا للفوز بالبطولة لا يفهم في كرة القدم. على يسارك عارفين تابعنا التوقعات وبنتابع، بغينا نعرف وين يعني انت ما تفهم كورة الحين حسب وجهة نظرك. لا كلامك صح. تعرف الالمان فيهم ميزه ليش سموهم؟ لا كلامك صح. تعرف ليش الالمان سموهم؟ يا خالد ليش سموا الالمان المكاين؟ المنتخب لما يلعب مع اي فريق يعطيك 4-0 عند الالمان في حسابات الالمان مش حساباتنا نحن زيرو. ليش اعلى نتائج كلها مع الالمان؟ عند الالمان اللي بيلعب 90 دقيقه زيرو. تعرف الافارقه لو كان نفس تفكير الالمان لشلوا كل مره كاس العالم، لانه اعظم تحسب 100 لاعب عالمي اعظم لاعبين في العالم كلهم من افريقيا. تعرف انا ايش يعجبني فيك؟ ما عليك التهجين تشوف عيونه زرق ولا لونه بني، اصل افريقي، الدي ان اي يطلع كل شيء. 100 لاعب اعظم 100 لاعب في التاريخ اصلهم من افريقيا. برازيلي. انا بعطيك عندك دحين انت في الحصان الخيول الخيل العربي هجنت العالم كله. عندك في الليبل جيب العماني وهجنا مع السوداني يجيك احسن تهجين. هذا ال100 سنه ولا في سنه. كرة القدم نفس الشيء اصلا افريقيا، عاد تمزج بين الافريقي وعربي يطلع لك مثل زيدان. رسمي عطشان سوالف. لا حقيقه احسب لي 100 لاعب وشوفوا دحين كريستيانو هو يقول لك انت يعني لما طلع مال سنه ما تكلمت سنه كامله يعني سنه ما في برنامج. الحين خلاص عندك خالد. شكرا. خلصتها انا اللي عندي خلصتها. شكرا. ما عاد عندي شيء. شكرا. هذا والله شوف يا خالد مجموعته صعبه مش كاس الخليج ونحن اللي بينا مجموعته سياسيه يسوي لنا الله اكبر الله اكبر الله اكبر ويقولوا تعال شوف المجلس بيطلع لنا كلام ما تتكلم فيه انتم فاهمينه والجمهور فاهم. يعني بس كل مره الله اكبر الله اكبر. تعال معاهم اعلان بغوشي على قطر انتبه. انتبه نحن خليجيين عارفين حدودنا عندنا خطوط حمر. هذا خطوط حمر ما عنده مفتوح. انت ناسي بين المنتخب الايراني لا بس فاز على المنتخب الاوروغواي في المعسكر في النمسا. شفت نسيت زين علمك المنتخب الانجليزي وايران بيصعدوا لكنك لا تدخل في عمق الله اكبر الله اكبر معنا ما انا في الحق. رواح وراح امريكا متمكن هذا اهالي على كيفه وراح امريكا. لا اذا تتخيل قلت المباراه بينه وبين امريكا وقلنا دحين اعلام امريكي وهذا مع امريكا الله اكبر الله اكبر. مجموعه ايران رواس مجموعه ايران مجموعه قويه مجموعه قويه. انا مرشحك انت والانجليز ترشيحي من لا المنتخب الانجليزي الاول وانت الثاني. امريكا مش قوي امريكا الاول. امريكا قويه امريكا الاول. لا مستحيل. امريكا شفت مبارياتهم لعبه مباريات وقطر لعبت معاه اشت البطوله انت ضيعتوها القطريين في اخر. امريكا اول كان عنده سبيد وسرعه لاعبين فريقه هذا ما فريق عادي جدا. امريكا مع ايران بياكلها ايران في عزها اكلها ما عاد الا دحين ما قد تقابلوا في كاس العالم. اخ رواس انا شفت مباراه خالد الاوكرانيا مع ويلز يعني منتخب ويلز يعني كامل منتخب كامل يعني الهجمات على الاطراف الهجمات بالعمق ما شاء الله جيرت بيل يعني لاعبين متميزين يعني مجموعه لاعبين محترفين فما اشوف اقل قوه من المنتخب الانجليزي. المنتخب الامريكي يعني ما هالقد يعني يجوز يعمل مفاجاه يعني من الممكن ولكن المنتخب الايراني مو ذاك المنتخب اللي احنا نقيسه كاس العالم في برازيل او كاس العالم في روسيا. هذا منتخب صار عنده خبره منتخب يعني لاعبين مثل مهدي طارمي يجي يسجل على نادي تشيلسي من اروع الاهداف طبعا وشوفه هدفه يرشح الى جائزه بوشكاش فيعني من المفروض كان يعني يفوز بهالجائزه ولكن مع الاسف يعني انا اقول هناك تحيز يعني بين مصر هذا الهدف احسن هدف سردار عزمون اكثر لاعبين هسه يلعبون يعني جمال مبارك يلا تفضل.
بدينا بنظريه المؤامرات وانه تحيز وانه ما ادري اذا عشان ما فاز اللاعب. لا بدينا يعني بنفس السنه وبعد الهدف تتكلم عنه الموسم اللي طاف ولا اللي قبل؟ هذا واقع خالد. لا مو الواقع هذا. في اهداف تسجلت يعني جميله كانت، وفي بالنهايه يصير اراء، عرفت؟ بس انا اقول لك شغله، المنتخب الامريكي صراحه يعني تشوف لاعبينهم اللي قاعدين بالدوري الانجليزي لاعب وايد مميزين، خاصه ان فريق شباب، ولا خاصه انه صرح لاعب برشلونه الظهير اليمين قال منتخبنا راح تشوفونه في كاس العالم. فصحيح ان المنتخب الايراني طايح مجموعه ديست الامريكي، فصرح وقاعد يقول انتظرونا في كاس لاعب ميلان مش برشلونه. الحين راح ميلان خالد، وعندهم اثنين يلعبون في ليدز لاعبين مميزين ولاعب. بس انت يعني استصغرت منتخب ايران يعني ظهير يسار مال بايرن. لا عليك نور. ليه؟ كابتن انا اقول لك تنقيس منتخب امريكا ومنتخب ايران الافضل يعني؟ لا شوف، افضل فنيا وفريق امريكا. شلون؟ على يا استناد على اللاعبين شنو المنطق يعني؟ على اللاعبين اللي عندهم، اللي شايفهم انا يعني شوف عندهم لاعبين مميزين، شفتوا بالدوري الانجليزي في واحد في تشيلسي واثنين في ليدز وواحد في برشلونه الان في ميلان. لما تشوف هذول اللاعبين، نوعيه اللاعبين، لاعبين صغار لاعبين مميزين، هنا تقيس للفريق. تشوف المنتخب الايراني مو مثل السابق. المنتخب الايراني بالسابق لما تقول لي علي دائي، تقول لي عزيزي، تقول لي كريمي، تقول لي مهدي بيكي، تقول لي ستيلي، خاكبور، احمد عبد الزاد، اقول لك صح هني ممكن فريق ينافس. الان صحيح في منتخب ايران لاعبين يلعبون في اوروبا، بس مو نفس نوعيه اللاعبين اللي طافوا. اللاعبين اللي طافوا لا، لاعبين كانوا الكواليتي مالهم اقوى. جمال قلبت يبقى تحليل وايد، الله يعطيك العافيه. خلينا اليوم اذكركم المنتخبات اللي وصلت. ليه اضيف شيء انا على المنتخب الانجليزي؟ اي عندي كلمه طبعا مع طبعا المنتخب الانجليزي اول ما يوم بعد القرعه طبعا هناك طبعا الصحف البريطانيه كتبوا شكرا لله مباراتنا الاولى مع المنتخب الايراني. يعني استهزاء للمنتخب الايراني وللاعبيه. انا ما ادري الصحف البريطانيه ما يدرون بانه اللاعبين المنتخب الايراني اكثرهم محترفين. يعني كارلوس كيروش دائما هو طريقته بانه يعني يسحب اللاعبين او يدعو اللاعبين اللي اكثر شيء هم طبعا يلعبون في خارج البلاد بسبب يعني الخبره اللي عندهم والاداء اللي يقدموه. حتى المدرب يعني الانجليزي تفاجئ باداء المنتخب الايراني بعد فوز المنتخب الايراني على المنتخب اوروغواي 1-0. اجى طبعا لمعسكر المنتخب الايراني في النمسا، كان متفاجئ من اداء المنتخب ايران يفوز على الاوروغواي 1-0، قال هذا المنتخب مو سهل، منتخب راح يسوي لنا مشاكل. فاجى شاف مباراته مع المنتخب السنغالي ويعني وتفاجئ بالاداء. المنتخب السنغالي منتخب قوي وتعادل 1-1 وياه. طبعا صحيح المنتخب الانجليزي عنده يملك يعني عناصر جيده، لاعبين محترفين يلعبون في الدوري الانجليزي، ولكن المنتخب الايراني ما قليل. وان شاء الله نتمنى تكون اول شيء مباراه ممتعه والمنتخب الايراني يتفوق، هم لعب وهم تكون ان شاء الله النتيجه لصالح المنتخب الايراني. زين. لحظات ويصل الى الدوحه منتخب الاكوادور، وهو المنتخب اللي راح نقابله ان شاء الله في افتتاح البطوله في كاس العالم في استاد البيت يوم 20 نوفمبر، وراح نرحب فيهم ان شاء الله على الهواء مباشره. اخبار الصحافه.